تعال اقول لك ايه الابديت اللي حصل في ايس 13. اول حاجه التحديث اللي بقى ينزل لايس 13 بقى ينزل كل 3 شهور، وده معناه ان هم بيطوروا بشكل عنيف في البرودكت ده. الحاجه اللي انا لاحظتها ان ايس 13 بقى يركز على حاجه مهمه جدا، وهو سرعه او انجاز شغل المطورين، وان يخليك مور برودكتيف. اول حاجه التول كيت بقى فيها مساعد برمجه جديد، وده مهم جدا بيخليك مور برودكتيف، اسمه واتسون اكس كود اسيستنت. ده بيخليك تساعدك او يقترح عليك اكواد برمجه زي جافا واي سيكوال. وفي الديزاينر في مميزات برضو مدعومه بالذكاء الاصطناعي زي الداتا اسيستنت او المابينج بتاعها بقى ابسط، بقى يسهل العمليات المابينج الصعبه جدا، بس ده في الديزاينر. نيجي بقى لنقطه الكونكتيفيتي. دلوقتي اتضاف عشرات الكونكتورز لداتابيزز جديده زي كوسموس دي بي، واتضاف برضو عشرات الكونكتورز لادوات الذكاء الاصطناعي زي جيميناي برضو، عشان يخلي التعامل معاهم بشكل اسهل وابسط. والحاجه الاهم بقى وبالنسبه لي اكتر فيتشر مهمه في التول كيت، وهي التول كيت كونتينر اكسبلورر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي تقدر تتحكم في الديبلويمنتس بتاعتك من خلال التول كيت بتاعتك. تقدر تشوف الكونتينرز، تقدر تشوف الكوبرنيتس، تقدر تشوف كل التولز من خلال الاي دي اي بتاعك او التول كيت. برضو ميزه قويه جدا، اتصال بكافكا بقى اقوى بكتير جدا، وبقى فيه دعم للترانزاكشنال، ودي ميزه كل الناس القديمه كانت مستنياها تقريبا، وبقى فيه دعم للسكيلينج بشكل كويس. وبالنسبه للكاشنج، واعتقد دي برضو حاجه كل الناس مستنياها، وهو ان يتشال الكاش القديم بكل طريقه بتاعته، وتحط مكانه الميموري كاش جديد ما بين كل السيرفرز وبعضها. وكمان تقدر تضيف كاش ثيرد بارتي تول من بره التول نفسها، ودي برضو بالنسبه لي ميزه وفيتشر قويه جدا جدا. ومن اهم المميزات اللي انت لازم تكون عارفها جوه الاي سيكوال ان هم ضافوا حاجه جديده اسمها كونتكست تري. ده بيسهل الوصول للبيانات. لو انت في فلو معقد جدا، ممكن من اي نود تقدر توصل للبيانات دي بسهوله جدا. السؤال المهم دلوقتي، هل انت شايف اس 13 بقى مواكب للمنافسين بتوعه ولا لا؟ شكرا.